في ظل هذه الظروف الصعبة لتكن لكم خبيئة عند الله. تفقدوا إخوانكم وجيرانكم، فالبيوت أسرار، ولعل من يعيش بجانبك لا يملك ما يكفي أسرته في وقت قل العمل فيه والمال، ولا يمنعنك صغر المبلغ الذي تريد إيصاله لأخيك ولو ثمن ربطة خبز، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والقليل عندك كثيرا عند الله. ولا تنس أبدا أن مواقف الجبر في ساعات الانكسار لا تنسى أبدا، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة. لتكن لك خبيئة عند الله.